علاش نهضروا لكم؟ رانا نهضروا مع الشعب. اسكت اسكت بالله فمك، اسكت اسكت قلت لك، اسكت اسكت بالله فمك، اسكت. انت تعرفنا وحنا نعرفوك. قوسا نشوفوا شنو وقع بالضبط، حنا غنحاولوا نفهموها. ولكن العسكر ديال المراديه دابا علاش هاد التخربيقه؟ كونوا نزيهين مره واحده في حياتكم، مره واحده في حياتكم. البيان ديال لاين سي ما تيقولش هادشي، ما تيقولش تصريحات نسبت، ما كيكذبش تصريحات نسبت، وما كيكذبوش حتى الوزير ديالهم اوبيد بابيلا اللي هو يعني النائب ديال رئيس لجنه العلاقات الدوليه ديال الحزب، واللي هو عنده واحد المنصب وزاري في الحكومه. ما كيكذبوش. البيان ديال لاين سي ما كيكذبش هذا السيد، لا كيكذبوا لا كيقول ان التصريحات منسوبه اليه كذلك، راه ما كايناش. بالعكس السيد كيعاقبوه وتيقولوا انه مخطئ، وان الكلام اللي قال هو ضد المؤتمر 55 ديال الحزب، وانه ضد المواقف ديال الحزب، وضد مجموعه ديال الهضره. يعني اول حاجه نحرروا الخبر بعدا اشنو واقع بالضبط. ملي كتقرا المواقع الالكترونيه المغربيه والصحافه المغربيه بعدا النقل دقيق انه حزب المؤتمر الوطني الاتحاد الافريقي قراوهم كاملين، كاع المواقع الالكترونيه نشروا هيسبريس جود كلشي كاع اللي نشر. مش عارف الموضوعيه، ماشي كنقول حاجه. الصحافه المغربيه كانت يعني دقيقه في هذا النقل ديال هذا الخبر ديال اليوم. الموقع او قالت انه الحزب ديال المؤتمر الوطني الافريقي لاين سي ينتقد مواقفا لوزير ضمن حكومه جنوب افريقيا. شوفوا كاع المواقع المغربيه شنو كاتبين، يعني ناقلين الخبر كما هما، يعني ناقلين الخبر كما هو كما وقع بالضبط. الاخرين لا، تيقول لك يكذبوا تصريحات منسوبه اليه. وهذه القضيه يا اما عندهم العقده ديال الكذوب، لانه بزاف تيقول الهضره تيقولها تبون وتيقولها عطاف وقول منه هذاك الاخر العمامره وبوغادوم تيكذبوا وتيخرجوا الناس تيكذبوا لهم كلامهم. يا اما عندهم العقده ديال يعني باعاز من لاين سي، يعني لاين سي يعني شي واحد من هذاك لاين سي عندهم ديك العقده ديال ديك المره فاش قالوا راه المغرب غادي يحضر وغادي يجي البريكس وجينا له دعوه وراه كذا حضوره، المغرب خرجوا كذبهم قال لنا جنوب افريقيا كتكذب. يعني شي حد زيدهم لاين سي يعني كيما عادي جدا، لانه ياكلوا الثومه ياكلوها بفم اللي ما عندوش وجه. دابا لاين سي ما يقدروش يخرجوا يقولوا ان الوزير ديالهم ان التصريحات المنسوبه اليه كاذبه، لانهم عارفين التصريحات اللي قالها كلام هذاك الكلام قالوا الوزير ديالهم، قال هذاك الكلام، قال هذيك التصاريح، هذيك المواقف اللي عبر عليها ديال انه يدعو المغرب لانه تكثف العلاقات ديالو الاقتصاديه والتجاريه مع جنوب افريقيا، وانه يعني العلاقات التجاريه الافريقيه والعلاقات الاقتصاديه المغربيه مع جنوب افريقيا غادي تكون متقدمه. الكلام اللي قالوا الكلام الايجابي اللي مزيان اللي قالوه هذاك السيد كلام صحيح. السيد ما كذب عليه، الكلام صحيح. وبالتالي هما ما يقدروش يخرجوا يقولوا الوزير ما قال والو، لا بالعكس البيان ديالهم قالوا كيعاقبوا ذاك الوزير وكيوقفوه على المهام ديالو ومجموعه ديال الامور وكيحيدوه من المنصب ديالو. هذا يعني كيقولوا انه الكلام اللي قال صحيح، فما كيكذبوش الموضوع، يقولوا تصريحات منسوبه اليه. لكن في نفس الوقت بغاو يحاولوا يديروا حمله على المغرب، وما كان ماذا بهم ربما فكروا بهذه الطريقه، كان ماذا بهم انه يخرج المغرب ويقول شي تصريحات راه فهمها ديال الدول بعض المرات راه كتكون فهمت البشر، راه بنادم كيقدر بعض المرات يسخن عليه راسو كيبدا يفهم شي فهمات. ربما شي واحد دار هذه القضيه هذه وزير او مسؤول يعني جنوب افريقي غيجي للمغرب، كيعرفوا ان المغرب هو يعني بلد منفتح مع جنوب افريقيا، عندها مواقف وعندها كذا، ولكن الا مشات تعلنات وقالت انها باغا تصح العلاقه ولا باغا ديروا لا ابدات حسن نيه، المغرب راه كيرحب، ما غاديش يقول لهم ما يجيش، يجي ما بغى يقول عنده شي موقف مزيان بغى يقولوا مرحبا. كانوا كيعتقدوا هما كانوا كينتظروا جنوب افريقيا انه يخرج السيبوريطه ويقول انه الوزير وكذا وكذا، لانه راه كاين راه الدول راه يحكموها البشر، والبشر كيقدر يدفق مع الدعايه، راه البشر كيدفق مع الدعايه سواء كانوا وزراء ولا مسؤولين ديال دول ولا كيف ما كان نوعهم. راه ما كنتصوروا بعض المرات الدول وكانها كائن، وهذه يعني حتى ساهمت فيها حتى نظريه الدوله الحديثه، كنتصوروا الدول بعض المرات وكانها شي كائن فوق انساني فوق بشري، الدول يقودها البشر قد يسيء وقد يخطئ التقديرات. ربما في جنوب افريقيا فكروا قالوا نوجهوا شي ضربه موجعه للمغرب
ونرميو له شي طعم، ونقولوا الوزير يقول لهم حنايا وكذا، ونحرص على العلاقات الجيده مع هذا مع هذا مع المغرب ومع داك الشيء. ومن بعد غادي يخرج وزير الخارجيه المغربي وغادي يأول الموقف ويقول انه كذا كذا، وعطات موقف ايجابي من الموضوع ديال الصحراء، حيت هما الفهمه اللي عند جنوب افريقيا هي الفهمه اللي عند الجزائر. كيسحب لهم راه المواقف ديال الدول اللي كيجوا وزراء خارجيه وكيعطوا مواقف ديالهم وكيعبروا على الموقف ديال من مغربيه الصحراء، وكيخرج السي بوريطه وكتخرج الخارجيه المغربيه وكدير بيان وكيسحب لهم راه داكشي المغربي تيكذب. راه عندهم هاد راه كيبنيو على هاد الوقائع، راه العسكر ديال المراديه وجنوب افريقيا وهاد الخصوم ديال المغرب راه كيفكروا بهذه الطريقه. كيسحب لهم المغرب راه ملي كيجي شي وزير خارجي ديال شي دوله وكيعطيه. وقعت في تونس الموضوع ديال التيكات، ملي المغرب تيتكلم معاهم تيقول لك راه خرقتوا القانون، خرقتوا المقتضيات الاتفاقيه اللي بين الاتحاد الافريقي وبين اليابان، تينوضوا هما تيقول لك لا ولا ما كاينش هاد الهضره. هو المغرب يخرج لهم الرساله الشفويه ديال وزير الخارجيه الياباني مع هذا، هو كذبوه. هو وزير الخارجيه الياباني يخرج يكذب يقول راه ما قلتش رساله شفويه، والرساله الشفويه من الاعراف الدبلوماسيه اللي يعتد بها، لان كاينه طرق ديال تاكيدها، ماشي ما كنلعبوش. الدول هادو الكلام الشفوي بين الدول راه ماشي شي حاجه اللي راه ممكن تكون تفاهمات شفويه غير مكتوبه، ولكن يبنى عليها وتوثق. لانه انت غير مع انت واحد الانسان بينك مع انت مع واحد الانسان عطاك واحد الوعد معين، قال لك في الاخر ديال الشهر انا غادي نلتزم معك هذا الالتزام، وجا الاخر ديال الشهر ما التزمش، ما يقدرش عينك يجي في عينه كتلزموا بها قلتي ما يقدرش. هادو غير الناس العاديين اولا التجار ولا كذا، يعني الناس اللي هما فيهم عندهم الجداره الاخلاقيه. نتكلم على الجداره الاخلاقيه، ما نتكلمش على شي واحد اللي فاقد للجداره الاخلاقيه. والدول يتلعبوا العلاقات الدوليه غتمشي غادي طيح، العلاقات الدوليه ما تبقاش كاينه شي حاجه سميتها العلاقات الدوليه. فهما كانوا كيسحب لهم راه عندهم. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارطاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في التعليقات اسفل الفيديو، وكنشكركم على المتابعه الدائمه للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكه المغربيه، وكذلك لنظهر به تطور المملكة المغربية في مجموعة من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله. اذا متابعينا الكرام كما شفتوا معنا هذا الفيديو، كنتمنى انكم تعطيونا الاراء ديالكم حول هذه القضية هذه في التعليقات اسفل الفيديو. كما كتعرفوا ان المملكة المغربية هي رائدة على جميع المستويات وجميع المسابقات وجميع القضايا اللي كتشارك فيها سواء داخل او خارج المغرب. هذا في حد ذاته إنجاز تاريخي للمملكة المغربية سواء في الجانب الرياضي أو الجانب السياسي والاقتصادي، في حين أن النظام الجزائري العسكري الفاسد دائما ما كيتهم المملكة المغربية بالكولسة في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، لا سيما المشاركات ديال المنتخبات الوطنية في المسابقات الإفريقية والعربية والعالمية. كنتمنى أنكم تردوا على هذا النظام الفاشل أسفل الفيديو في التعليقات.